السلام عليكم. النهارده هنعمل فول مدمس. فول مدمس بيتي اهو. الفول المدمس بتاعنا اهو، كيلو فول ونص كيلو اللي هو الفول المقشر ده اهو، وكيلو فول من ده، يعني دول كلهم كيلو ونص اهو. بصوا، نص كيلو من الفول اللي هو المقشر، وكيلو فول من اللي هو اللي بقشره. انا نقعاه من امبارح، غسلته كويس ونقعته اهو. تمام. وعندي ربع عدس اهو، ربع عدس اصفر. هنحط كله على بعض. تمام. وهنحط الليمون بتاعنا ده، عندي ليمونتين هنا مقطعهم طرنشات، هرصهم كده. الليمون ده بيخلي الفول بتاعي بيبقى فاتح، ما يبقاش غامق اهو. عندي ليمونتين اتنين قطعتهم طرنشات. تمام كده. وعندي بصلايه احطها كده في النص، وقطعت 3 طماطمايات اهم. تمام. وهنا غلينا ميه في الغلايه، وهحط تاني غلايه، هسخن تاني غلايه وهحطها، يعني سهل جدا اهو. البصلايه والليمون والطماطم والعدس والفول اللي هو المدشوش والفول السليم. تمام اهو. ونحط بقى ايه الميه المغليه بتاعتنا، بسم الله. وهنسخن تاني غلايه، هو بياخد يجي 6 ساعات على النار اهو. حطينا غلايه وهروح تاني اسخن غلايه. تمام. ونولع على البوتاجاز، بسم الله اهو. نولع عليه البوتاجاز، اول ما احس اللي هو هيغلي اقوم موطيه عليه. اول ما يغلي معايا اقوم موطيه عليه خالص. اروح اسخن الغلايه وارجع لكم تاني. يبقى احنا قلنا ايه، حطينا ايه في الحله؟ حطينا كيلو فول، فول للتدميس. تقول للراجل عايزه فول للتدميس، جبت كيلو. وجبت فول اللي هو المدشوش اهو، فول مدشوش. وربع كيلو عدس اصفر، و3 طماطميات او 4، وطماطم وليمون مقطعه طرنشات اهو، وبصلايه. بس كده. وهجيب معلقه ونص بابريكا اهو، معلقه ونص. تمام. وهسخن غلايه تاني عشان ايه؟ يبقى هي دي الميه اللي هتسوي بيها الفول، عشان الغلايه واحده مش هتنفع. لو انت عايزه تعملي الكميه اقل من كده اعملي براحتك، بس انا بحب اعمل كميه كبيره عشان بشيلها في الديب فريزر، عشان لما عاوزه اطلع منها اطلع. تمام كده. بس بقى بعد ما وهو على النار اوعي تحطي فيه المعلقه خالص نهائي، عشان المعلقه بتغمقه. ما تحطيش فيه المعلقه خالص الا بعد ما يستوي عشان تغرفي منه. عشان ايه؟ تحطيه في الكياس اللي هي اكياس التلاجة. تمام. ما تحطيش فيه المعلقه خالص طول ما هو على النار، هو لسه ما غليش شويه كده. واحط له الميه اللي في الغلايه. انا ولعت عليه النار، احط غلايه تاني وبعدين اسيبه بقى يستوي. واول ما احس ان هو بيغلي اقوم موطيه عليه خالص سهاري، عشان يستوي على مهله وما يبقاش ني. كده خلاص. تاني غلايه سخنتها
اهي. نزود الفول برضو تاني عشان مش هحط له ميه تاني، يبقى هي دي الميه بتاعت السوا. بس كده تمام. هنسيبه بقى يغلي، واول ما يغلي كده اقوم موطيه عليه، اسيبه بقى يستوي على نار هاديه. بصوا بقى الفول اللي احنا عملناه وسويناه اهو، جميل جدا. بس والله الكاميرا ظلمه جدا، هو افتح من كده. بصوا عامل ازاي اهو. ده الفول اللي احنا عملناه، فول المدمس اهو، حلو جدا. بس لما يبرد شويه هعبيه في اكياس اهو. بصوا حلو ازاي، قعد 6 ساعات على النار اهو. اشوفكم في خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسونيش اللايك، ما تنسوش اللايك. السلام عليكم.